هي ازاي السعودية بقت كده؟ السعودية وصلت للتطور ده من خلال خطوات استراتيجية كتيرة، أولها اعتمادها على مواردها الطبيعية خصوصا البترول، واستثمرت عوائدها في مشاريع تنموية كتير. تاني حاجة أطلقت رؤية 2030 اللي بتستهدف تحويل الاقتصاد من الاعتماد على البترول اعتماد كامل لتنمية مجالات تانية زي السياحة والتكنولوجيا وغيرها. تالت حاجة بقى اشتغلت على تحسين التعليم وتدريب الشباب على المهارات اللي وقتنا ده بيحتاجها، وكمان فتحت المجال للاستثمارات الأجنبية وساعدت على جذب شركات عالمية كتير جدا بشكل عام. الجمع بين التخطيط الجيد والاستثمار في البنية التحتية كان ليه دور كبير قوي في التطور ده اللي احنا شايفينه دلوقتي. طيب تعالى كمان اقولك على معلومات انت اول مرة تعرفها عن السعودية. انت عارف ان السعودية تعتبر من اكبر الدول الصحراوية في العالم، واكبر صحراء فيها هي صحراء الربع الخالي اللي بتعتبر من اكتر الاماكن حرارة وجفاف. تاني حاجة، السعودية بتعتبر من اكبر الدول في العالم اللي بتستخدم المياه المحلاة بسبب نقص المياه الجوفية. مشروع نيوم فيه خطط لبناء مدينة بتعتمد على التنقل من خلال الانفاق والممرات الهوائية، يعني ممكن تكون فيها شوارع تقليدية. أول جامعة للبنات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض، هي أكبر جامعة للبنات في العالم وبتسعى لتعزيز التعليم للنساء. السعودية تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم، احتياطات النفط فيها تعتبر من الأضخم. والسعودية كمان مهتمة بالفن بشكل متزايد في الفترة الأخيرة، فالحكومة بتدعم الفنون والثقافة من خلال عدة مبادرات ومشاريع، أولها المهرجانات الفنية. السعودية زي ما كلنا عارفين بتنظم مهرجانات ثقافية وفنية كتير، أهمها طبعا موسم الرياض ومهرجان البحر الأحمر السينمائي اللي بيجمعوا فنانين من مختلف المجالات. السينما، بعد سنوات من منع السينما بدأت السعودية في فتح دور عرض أفلام جديدة، فالفيلم السعودي بدأ يظهر على الساحة الدولية وبيتم دعم صناع الأفلام المحليين كمان. الفن التشكيلي، فيه اهتمام كبير جدا بالفن التشكيلي، وبتنظم معارض للفنانين السعوديين والعالميين في أماكن زي متحف الفن المعاصر. الموسيقى، في بروز لمواهب موسيقية جديدة، والهيئة العامة للترفيه بتنظم حفلات لمطربين كتير زي أنغام وشيرين وأصالة وتامر عاشور. الفنون الشعبية والتراثية جزء مهم جدا من الثقافة السعودية، وبتحظى بدعم للحفاظ عليها ونشرها. السعودية دايما بتحاول تنوع مشاهدها الفنية والثقافية علشان تناسب كل أذواق الناس.